لمسة فيها، يا دنيا مقلوبة عليها في وطيها، بقى يسرقونا ويتهمونا احنا فيها، وغفرها حراميها وكبرها خطيها. الأغراب بياكلوا لحمنا ويحرمونا، ابو من سلع عرقنا ودمانا، يا ايام سفيها، يا دنيا مقلوبة عليها في وطيها. والله بقى يسرقونا ويتهمونا احنا فيها، وغفرها حراميها وكبرها خطيها. الأغراب بياكلوا لحمنا ويحرمونا، وبيشربوا من سلع عرقنا ودمانا، نهوي بكرباج يهوي بيقومونا، وازاي نقوم وهمومنا دي مكومانا. رجعنا تاني نعاني نفس بقول لك الانتخابات هياها ما فرقتش في اي حاجة، وكأني بهرب يعيني المستشار وليد حمزة رئيس هيئة الانتخابات، بس شلها انتخابات هنا ما هوش خواجة، نفس الوصية في كل حتة ورانا، مطرح ما نهرب نلقى نفس العتامة، ممرمرانا برجلها مجرجرانا، وكأن ده المكتوب يوم القيامة. السلام عليكم. بقول لكم يا جدعان ايه، السيسي يعين فينك يا طنطاوي، يا جمال، يا علاء، يا علاء، الكلام ده انا قلته يا جدعان والله العظيم ما حدش صدقني. يا نهار اسود يا جدعان، والله الشعب ده بيستلطخوه والله العظيم يا جدع. انت بالنسبه له هفق، طول ما انت ساكت انت هفق. والله انا اسف يا شعب مصر، والله انا اسف. طول ما انت ساكت يا شعب مصر فانت في نظره مالكش 60 لازمه، وهم لهوكوا في لقمه العيش، لعبوا عليكوا صح. انت شعب منهك خايف، ها، اللي بيتكلم بيهددوه زي كده، ها، اما انا بره وبيهددوني. امال بيعملوا فيكوا ايه جوه؟ بينفخوكوا. انا والله حد حكالي حاجه بسيطه كده، حاجه بسيطه، ست من المصريات الاصيلات اللي بتحافظ على اولادها. الحياه صعبه. انا اسف ان انا يا اختي لو سمعتي اللي انا بقوله ده، بس نبذه قصه عن اخت بهدله، ولا بلاش، عشان هي مش ناقص اذى، كفايه احنا متحملين الاذى، مش يبقى انتوا جوه نزيد عليكم اذى. والله ما انا حاكي. علي الشاعر بيقول ايه، ربنا يسامحك يا عم، والله ربنا يسامحك. بقول لك ايه، المستشار اسمه ايه، حمزه، بقى رئيس هيئه الانتخابات. هيئتك مش لايقه عليك يا سيسي والله. انت اصلا، معلش يا جدعان انا بقول الحقيقه يا جدعان، بس الحقيقه بتزعل ناس كتير. انت اصلا والله العظيم مع احترامي للبوابين والله هيأذيكوا في لقمه عيشكوا. انت ما تنفعش تبقى بواب، لان البواب له هيبه. حتى اسال الصعايده، البواب بيبقى حارس له هيبه، العماره كلها بتعمل له 1000 حساب. انت ما بنعملكش حساب يا سيسي، انت جعر. الشعب المصري مصدق نفسه ان في انتخابات. ما تيجي ولا قول لي الانتخابات دي هتمشي ازاي؟
لما معين لك مستشار السيسي بنفسه. السيسي بيقول لك ايه؟ يعين المستشار وليد حمزة رئيسا لهيئة الانتخابات. انتخابات يا انتخابات ايه يا مصر؟ ايه رأيك في الكلام ده؟ انت ليه ما بتلتزمش بالدستور يا سيسي؟ ها؟ اللي انت لعبت فيه، ها؟ وفصلته عليك، والدفاتر دفاتركم والورق ورقكم. انت ليه ما بتلتزمش بالدستور؟ مش لازم تلتزم بالدستور بتاعك اللي انت اغتصبت مدتين بالدم. المدة الأولى بالسلاح، ها؟ انتوا ناسيين انكم نور عينينا وفخدت عين المصريين. هم؟ والمدة التانية كنتوا بتلموا الناس من الميكروباصات عشان يروحوا ينتخبوك. مش كنت بتلم الناس والناس صورتكم يا جدعان؟ يا جدعان ردوا. يابا انت وهو يا حبيبي يا محترم، مش كنتوا بتلموا الناس يا جدعان؟ انتوا بتنسوا يا جدعان؟ ما انا بندور على بطننا ملهيين. هو جوعنا، جوعنا، هو جوعنا يا جدعان، هو جوعنا. ما بندور على بطننا، احنا شعب بيدور على بطنه للاسف، بيدورش على حاله ومستقبل عياله في اللي جاي. طب والناس اللي غرقت في عرض البحر دي يا جدعان، تقدر تقول لي هربت ليه في مركب عشان تغرق وتموت كده هباء؟ ما تقولوا لنا طيب، ما تقولوا لنا اما البلد عظيمه كده واحنا متبهدلين بره وجوه. وتقول لي رئيس وانتخابات واستنوا الانتخابات ونشيله. ده معين لك المستشار وليد حمزه في هيئه الانتخابات قبل الانتخابات بكام شهر. يا ولاد اللي هي لذينه. اصحى يا شعب، اصحى يا شعب، انت معايا يا شعب؟ الشعب اللي بيسمعني واللي هيسمعني واللي لازم يسمعني، لان انا من ولادها. انا من البلد دي، وحقي مش هسيبه فيها زي حقي هنا. ها، مش هسيبه، لا هسيب حقي هنا في اللي حصل لي ولا اللي بيحصل لبلدي. ولازم ايدك تبقى في ايدي وتصحصح انت وهي شويه. خدها من اخوك الصغير او ابنك الصغير، صحصحوا نفسكم شويه. السيسي لو كمل بالشكل ده هيقضي عليكم، هيقضي عليكم حرفيا، هيخلص على الشعب المصري تماما. يا جماعه ما شفناش غير خراب وموت ودم وسحل وقله ادب وشتيمه وتهديدات. كل ده عشان بنقول بلدنا بتضيع. بتضيع، بتضيع. ما تجيليش مستنفع ولا من ولاد العم عايش امتلكت البلد واصولها وبعتوها ليهم وجاي تلوم عليا. انا ليا حق في البلد دي، وكل واحد بيسمعني له حق فيها. ما تقوليش انتوا عايزين تخربوها. الخراب اللي ساكتين عليه والفوضى اللي جايه اللي هتاكلوا بعض من الغلا ومن الفقر ومن الجوع ومن الاذى اللي جاي، واللي جاي اصعب من اللي راح. اللي جاي اوسخ وادل سبيله، وقلنا الكلام ده ياما ومحدش صدقنا. كدبتونا وخونتونا وانتوا عايزين تخربوا البلد. يا عم البلد مش ليك، البلد اصولها اتباعت، انت عايش عليها بالنسبه له عاله. انت بتتعامل معامله كلاب، انت عبد عند اهله وناسه وعند اللي اشتروا الدوله واصولها، ولاد العم بكل اشكالهم، اذا كان اماراتي ولا قطري ولا سعودي ولا غيره يا جدعان. ما هو اللي بيشتري ده ما بيشتريش ليك. هديك مثل بسيط، واسال اهل القدس، اسال دفعوا لهم مليارات الدولارات عشان ينزعوا ملكيتهم في القدس، اراضيهم، عشان يكملوا مخططهم لهيكل سليمان. اسال الاماراتيين عملوا ايه هناك، اسال اهل فلسطين. بديك نبذه لحاجه على بيع اصول الدوله، وقال ايه بما يسمى الاستثمار في مصر. امتلكها لمين؟ الممتلكات بتاعتكم يا مصريين اتباعت لمين؟ اسال نفسك سؤال يا اخي، سؤال بسيط، وجاوب عن نفسك فيه. ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا عايزين ناكل ونشرب. مجانين؟ انتوا مجانين، انتوا مجانين يا ناس، انتوا مجانين بتدوروا على بطونكم يا جدعان. عفن بطن يا جدعان، ده نفس داخل نفس خارج، والساكت عن الحق شيطان الاخر. وانت كل واحد فيكم حقه اتهضم في البلد دي. ده انتوا اتفرمتوا يا جدعان، ده انتوا شعب مفروم، ده انتوا شعب مطحون يا اخي. يا اختي يا امي يا ابويا، عيب عليكم، عيب عليكم. الى متى الصمت يا جدعان؟ علوا برغم اذيتي انا مش هسكت على بلدي. دي بلدي يا ناس، ما بطالبش بحاجه عيب.
ده عايز يكمل ليه يا جماعه؟ دستوره بيقول له كده. خدت مدتين، واحده بانقلاب، واحده بانقلاب وسفك دماء. المصريين اخواتكم اللي بتشيلوا ذنبهم الان، واللي ربنا سلط عليكم الغلاء والفشل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي السنين وتسليطه على الحاكم الظالم؟ ده كلام نبيك يا بني ادم، يا مسلم على البطاقه انت وهي. ربنا سلط عليكم ده بكلام نبيكم. سلط عليكم الحاكم الظالم عشان انتوا ظلمه انفسكم قبل بعضنا البعض. انتوا ظلمه يا ناس. ما حدش فيكم عايز يفهم، كلنا بتخونونا. بتخوننا على ايه يا عم؟ انت ما انت شايف حالي اهو، ظروفي من ظروفك، ورغم ذلك مش ساكت وصامد وصامد وصامد، وهفضل صامد غصب عن انوفهم، لاني ما بعملش حاجه غلط. انا لو في بلد محترمه منزل بلدي، انما يهددني يقول لي هنجيبك في تابوت ونقتلك، ورب الكعبه اللي هيمسنا هتبقى سنه السوداء يا جماعه، مفاجاه. انا ما بتكلمش هباء. ده الامم المتحده اختار من بره، مش في الفرع اللي هنا كمان. ده هيبقى مفاجاه. انا مسلم للناس اوراق مهمه جدا لشؤوني انا، لحياتي انا، للخطر اللي بواجهه انا، لعدم الاستقرار والامان اللي بشوفه هنا، اللي مواجهه هنا. الذكر يمسني يا ابني، انا مش خايف منك. انا لما طلعت اتكلم يا جماعه عن نبذه عن اللي انا فيه، طلعت اتكلم عشان اثبت حاله، مش عشان خايف من حد. والله ما خايف منكم في مصر وتهديداتكم، مش خايف من مخلوق فيكم. وقلت لك انا عايش فين. انا ميت يا بجم يا حمار انت وهو. انا ميت. انا شفت الموت بعيني قبل ما اخرج من مصر. فلما خرجت كانت لسبب، مش كنت هربان ولا خايف من السيسي، ولا كان اصلا يقدر يمسني، ولا حد كان ياخد باله، لان احنا ابناء يناير كتير يا جدعان. الاجيال الصغيره اللي لسه عايشه دي ابناء يناير كتير يا جدعان، اللي عاشوا ايام يناير كتير، كبير ولا صغير وكبر دلوقتي. انا كنت اياميها حوالي كام سنه، شوف من كام سنه، كان عندي حوالي 24 سنه ولا 25. انا دلوقتي 36 سنه. انت بتتكلم ازاي؟ حقي مش هسيبه، انا عارف اللعبه من الاول. لا حقي ولا حق بلدي ولا اللي حصل معايا هنا. انتوا بتتكلموا ازاي يا جدعان؟ ده زمن انقلب صحيح راسا على العقل. الظلم والفجر هو اللي سيد، واللي له حق بسكوتك تتفرم وتداس بالجزمه. خليك قاعد زي الجزمه يلعبوا بيكوا. لا مؤاخذه انا اسف. هتقول لي انت بتغلط في شعب مصر يا عم، ما هو بيعاملونا معامله جزم اهو. واحد بدستوره مدتينه خلصوا، واحده الاولى بالانقلاب وسفك الدماء، والثانيه بالعافيه وتنزيل الناس من الميكروباصات عشان يروحوا ينتخبوه وب50 جنيه مزوره. ايه ما شفتوش الانتخابات والتهريج اللي شفناه؟ فين الانتخابات اللي في مصر لما يطلع يقول لك المستشار وليد حمزه هيبقى رئيس هيئه الانتخابات؟ ده السيسي نفسه اللي بيقول كده، ده السيسي اللي عين ده. فين بقى احمد طنطاوي؟ فين جمال؟ فين اللي في المشهد بقى؟ عشان تعرفوا انه كان بيتلعب عليكم، ودي محاولات للبديل. والسيسي مصر انه يكمل وبيعاند الكل، وكله هيدخل مطحنه. السيسي اصلا ما ينفعش يقعد من ايام الانقلاب يا جدعان. واديكوا فقتوا بقى وشفتوا الضحك على التقون والمطحنه اللي انتوا فيها. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هي دي مصر؟ دي رسالتي، انا مش عايز اطول عليكم. بيقول لك السيسي يعين المستشار وليد حمزه رئيسا لهيئه الانتخابات. تن. ايه نهار اسود يا جدعان، يا سنه سوقيه يا جدعان. طب اللي هيخش قدامك مين؟ احمد طنطاوي وجمال مبارك؟ يا شعب، يا شعب واكل تطوره، يا شعب نايم وسكت على حقه. اقول لك خايف؟ مش خايف من اللي جاي؟ طيب. انت مش خايف انت وهي من اللي جاي؟ والله اللي جاي ما خفيك كان اعظم. يا رب هون علينا. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. بس اسكت واوعى تتألم، حتى الألم هتتحاسب عليه، مش السكوت بس.
اوعى هيحاسبك، هيقولك هيشوفك بتقول اي من الوجع هيزيد عليك وجع. وانت فاهم وعايش وشايف. خلصنا. بيقول لك رئيس وليد حمزه مستشار رئيسا لهيئه. تمام. مدتنا خلصوا يا سيسي، عايز ايه؟ بالقانون قدام العالم كله. عينت وليد حمزه ليه؟ اه يعني انت هتعمل تمثيليه الانتخابات وهتعدي عشان ما تتحاسبش مثلا؟ ما بنتكلم مع بعض بكل منطق، بس عشان انت المفروض تتحاسب على اللي عملته. فين الذمه الماليه ومن اين لك هذا؟ ممتلكاتك عايزين نعرفها. انت عندك مشروعات وعندك خير خرجته وذهب للامارات. حتى شوفوا متحف اللوفر اللي في الامارات اللي فيه اثاركم يا مصريين. اه هو اتبنى متحف اللوفر في الامارات اللي على حس الاثار بتاعتكم. عايز اروح ازوره. بس انا لا، انا مش هنزل انا الامارات. عارف ليه؟ عشان خدوا الدكتور المحترم اللي راح يعمل حجه ليه عشان ربنا يغفر له، اللي بيتكلم عن الظلم زي كده. خدوه، مش فاكر اسمه والله، خليجي هو. خدوه. احنا الدول العربيه مرتع، ها، لقطع بص، لكسر الانف، ها، وقطع الالسنه وكتم الافواه. للاسف كل ده عشان بنطالب بحقوقنا، عشان بنطالب بديننا اللي تهان. تعال عشان اسمعك. سعد الدين الهلالي. شيوخ السلطان بيقول لك ايه؟ لازم يبقى عندكم ثقافه الاضحيه بالطيور. يا جماعه سيبك من ان هو شيوخ سلطان، ده انت بص السواد اللي انتوا داخلين عليه وايه؟ بيعادوا ربنا. ده والله بيعادوا ربنا، لان كلام ربنا في القران الكريم انك لازم وسنه عن سيدنا ابراهيم الاضحيه. الاضحيه المفروض احنا بنفتخر بده اصلا. انت ليه بتذبح اصلا؟ الاضحيه اللي انت بتذبحها ده يا مسلم على البطاقه، يا مسلم على البطاقه بتذبحوها ليه؟ عشان تفرحوا بقى وده عيد لا ده انت غلطان. دي سنه، ده قانون، ده قانون في دينك، ده قانون ولازم انت تتبعه. اتبع سعد الدين الهلالي. عشان الايام سودة، عشان الجوع قادم. خليك في الطيور، اذا كانت الطيور غاليه. انتوا بتاكلوا رجول فراخ يا جدعان. شفتوا بيستخفوا بالزعبق؟ شفتوا بيستخفوا بيكم ازاي؟ شفتوا فرموكوا ازاي؟ شفتوا طحنوكوا اللي جاي اسود ازاي؟ والسيسي بيعين لكم. وليد حمزه المستشار وليد حمزه رئيسا لهيئه الانتخابات. تن ترارارن تن تن. سعد الدين الضلالي، انا اسف. سعد الدين الضلالي صح، مش الهلالي والله. سعد الدين الضلالي. اه يا ضلاليين يا ولاد يا ولاد التيت، يا ولاد التيت انت وهي. اه يا شعب مصر، وصلنا الحال. اوعى حد فيكم يغلطنا، اوعى حد فيكم يلوم علينا اللي احنا بنقوله لكم فوقه بقى. اوعى حد فيكم فوقه من الغيبوبه والالهاءات والالهاءات. ليه كذاب والله؟ سعد الدين، تعالى سعد الدين الهلالي قال ايه؟ وتعالى رئيسا لهيئه الانتخابات. هو دي مش صورته وهيبقى رئيس؟ انت ليه بتكذبني؟ كذاب 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 كذاب. وانا صادق قوي وامين قوي وشريف قوي. ده اللي صادق بتاع صادق قوي وامين قوي وشريف قوي. بص يا جماعه، لا تجوز الاضحيه من غير البهايم. سامع يا بهيمه اللي بتكذبني؟ قال الله تعالى ايه؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ده كلام رب العالمين يا بني آدمين. ده غير إنها سنة واجبة علينا. إيه؟ فريضة الأضحية. إيه؟ ليه ربنا نزل لسيدنا إبراهيم الكبش يفدى بيه ابنه؟ ليه ربنا نزل لسيدنا؟ عشان تعرفوا ان انتوا بس مسلمين على البطاقة، مسلمين على البطاقة فقط. ما علينا.
خليكوا نايمين ان شاء الله تتفشخوا كمان وكمان، الله المستعان. اهو السيسي معاكم مش مفارقكم، لازق بغيرها في الكرسي ومعين لكم رئيس الانتخابات، صح يا احمد طنطاوي؟ يا استاذ احمد، استاذ جمال، استاذ جمال كيف الحال؟ علوقه، ابو علوه، علاء بيه، علاء مبارك، فشختونا وقاعدين تتفرجوا وتلقحوا على تويتر وعلى غيره، وتطلع انت تكتب بوستات يا علاء، وهو يطلع لنا في مقبره ابوه، ها، والتاني يطلع لنا لازم يا جماعه نبدل الحياه، لازم يبقى في حياه ومناخ سياسي، لازم يبقى في معارضه كرتونيه، وانت كنت واحد منها يا عينيا، لازم لازم لازم. هتقول انت بتشكك، انت بتغلط فيه يا عم، ما احنا قلنا الكلام ده، وارجع لللايف اللي نزلته لكم سابق، والوجوه اللي بتتبدل. السيسي مثبت، منظومه عالميه مسيطره على مصر يا جدعان، والسيسي مثبت، السيسي فرط في الاصول. هيلاقوا مين يفشخ المصريين ويفشخ مصرنا الحبيب اكتر من كده؟ كل اعداء اوطاننا انتوا عارفينهم، هيلاقوا مين يا حبيبي وانت نايم؟ انت ضيف، انت عبد. ادخل كده اي مؤسسه هتتعامل بعبوديه وقله ادب عشان يخلص لك حاجتك. انت عبد، انت بتتعامل معامله عبوديه. مصر مش ليكوا، الجمهوريه الجديده مش ليكوا، انتوا فيها عبيد. الا بس انا حبيت اوضح. وسعد الدين الهلالي بيقول لكم ممكن تضحوا بالطيور ويضحوا بيكوا بقى ما هو بيضحوا بيكوا اصلا. اضحوا بالطيور يا مصريين، تذبحوش بقى لا بهايم لا خرفان اللي حاكمينكم لحاجه. خليكم مصريين، خليكم مشغولين في لقمه العيش. ده انت يا راجل بقيت تشتغل بدل الشغلانه 2 و3 في اليوم عشان تقدر تكفي حاجتك وحاجه بيتك. وصلوكوا الحال لا يرسى له، ربنا يستر على اللي جاي. اللهم قبل لخت، اللهم فشل. وانا مش هسكت على حقي هنا ولا على حق ديني يا سعد الدين يا ضلالي اللي عايز الناس يضحوا بالطيور. يا اخي ده احنا عايزين نضحي بيكم انتوا كلكم، ده انتوا لازم تتحاسبوا، والله خيانه عظمى، والله لازم تتحاسبوا على العبث بتعبثوا بعقول الناس، والناس عايشه في جهل. يا جماعه الجهل مش شتيمه يا جدعان، الجهل ان انت مزيفين لكم الحقائق ومصدقينهم وهم مش مصدقين اللي زي حالاتنا، ده اسمه جهل، جاهل عن الحقيقه فوق انت وهي. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب بحق هذه الايام المفترجه يورينا يوم في كل ظالم جبار متجبر. يا رب أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، الله المستعان. السلام عليكم.